7 ايام هصحى فيهم اصلي الفجر. النهارده اول يوم في تحدي ال7 ايام. انا عارف ان في واحد هيقول لي يا باشا ده فرض ربنا وانت عامله تحدي ليه وده الطبيعي وكل حاجه. بس انا لا ظروف شغلي ولا ظروف حياتي الفتره اللي فاتت كلها كانت بتديني امكانيه ان انا اعرف انام بدري عشان اصحى بدري اصلي الفجر. فانا قررت ان انا هحاول اظبط دنيتي، هحاول اظبط يومي، بحيث ان انا اشوف لو انتظمت لمده 7 ايام كاملين بصحى كل يوم بصلي الفجر وببدا يومي من بعد صلاه الفجر، يومي هيبقى عامل ازاي. يلا بينا على الجامع. طب انا هكلمكم بصراحه دلوقتي وهقول لكم احساس جوايا وانا بصراحه مش لاقي له اجابه. انا مش عارف انا بعمل كده علشان انا عايز اعمل كده علشان نيتي ان انا اصلي الفجر حاضر في المسجد والتزم، ولا نيتي ان انا بعمل ده عشان الفيديو او عشان الريتش او عشان بعمل التحدي. انا بجد ما عنديش اجابه لحد دلوقتي للسؤال ده، بس ممكن يبقى عندي اجابه ليه في اخر ال7 ايام ان شاء الله. ما اكذبش عليكم، ما قدرتش ابدا يومي من بدري قوي زي ما انا كنت عايز من بعد الفجر. بقالي فتره بنام متاخر، ما قدرتش اصحى. دخلت نمت تقريبا ساعه ونص، كان هيغمى عليا. وما عرفتش اعمل القهوه اللي بحبها لان انا مش عارف اشغل المطحنه، مش عارف اطحن، مش عارف اعمل اي حاجه، فاضطريت اجيب قهوه من المطحونه جاهزه واعملها في الفرنش بريس واشربها عشان افوق. فتعالوا نشوف باقي اليوم هيكمل ازاي. وبما ان احنا لسه بدري جدا بقى فقررت ان انا انزل الجيم. ما عنديش اي طاقه للتمرين وعرقت جامد وضربات قلبي عليت ونفسي تعبني ومش هكمل. الموضوع ما خدش نص ساعه وهروح. دي اكتر جمعه طويله عدت عليا، يعني انا صحيت ورحت الجيم وفطرت وشربت قهوه ونزلت صليت الجمعه ورحت اشتريت حاجات بعد الصلاه والساعه لسه تقريبا 2 ونص. مش عارف ليه انا حاسس ان اليوم بقى فيه بركه مش طبيعيه. يعني الساعه تقريبا 7 دلوقتي وانا عملت كل حاجه لدرجه ان انا نزلت ورحت النادي وقلت اتمشى وقلت اقعد مع الناس وهخش العب كوره مع العيال دي. فالموضوع شكله غريب، بس انا بدات احس باحساس كده. بدات احس ان انا الساعه 7 7 ونص ودماغي تقيله وعناية تقيله، ففي حاجه في يومي ماشيه غلط. طبيعي ان انا في الوقت ده على الساعه 9 ونص كده بشرب قهوه كل يوم، مش عارف ادخل اشرب قهوه النهارده، فده هيكون البديل الطبيعي. انا بشرب برتقال. الساعه دلوقتي 10 بالليل تقريبا وانا حاسس ان انا خلاص مش قادر افتح عينيا، وقررت ان انا خلاص لازم انام. بس انا مش حاسس ان انا انام الساعه 10 ولا 10 ونص بالليل، دي حاجه كويسه خالص. انا واحد من الناس بينام الساعه 3 4 يوميا وبصحى الساعه 8 الصبح 9 الصبح. ففكره ان انا ادخل انام بدري محساني ان انا يومي بيتسرق مني. مش عارف بكره اليوم هيبقى عامل ازاي مع يوم في شغل، فاشوفكم بكره في تاني يوم.